موقف. وعندما وبأمانة شديدة أنقل لكم ما دار، عندما دار الحديث حول تسمية محام يدافع عنه، قال بالحرف الواحد أن هذا الوقت غير مناسب ومبكر للحديث في هذا الأمر، لأنه يتمسك بشرعيته. ونحن عندما زرنا الدكتور محمد مرسي زرناه ليس بصفتنا فقط نرغب في الدفاع عنه، لكننا ندافع عن 15 متهم من بينهم الدكتور محمد مرسي. ده الموقف ده أرجو أن يكون جليا واضحا أمام حضراتكم، لأننا أستشعر أن هناك أسئلة كثيرة بشأن استفساركم عن المحامي الذي يوكله الدكتور محمد مرسي، وبالتالي سوف نتلقى الأسئلة بعد تلاوة هذه الرسالة. الرسالة التي يوجهها الرئيس محمد مرسي علشان الأمانة تقتضي أنه أملانا عناصر، لأن من غير المطلوب أنه يبقى كاتب رسالة جاهزة وناخدها. ليه؟ لأن هذا قد يحسب على أنه عمل سياسي. نحن توجهنا إليه بصفتنا محامين وليس بصفتنا سياسيين، وبالتالي هو أملى هذه العناصر باعتبارنا أيضا محامين، وقمنا بصياغتها بعد ذلك وسوف أتلوها على حضراتكم. معلش ممكن حد يتفضل بيمسك لي بس الميكروفون. بيان من السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلى الشعب المصري الكريم. أيها الشعب المصري الكريم، أتيحت لي هذه الفرصة لكي أضعكم في صورة ما حدث منذ 30 من يونيو حتى اليوم. إن ما حدث هو انقلاب عسكري مستوفي لأركانه ومعالمه كافة، ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه جميعا أن يقف الشعب المصري الكريم على أن هذا الانقلاب جريمة وخيانة، جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة، وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع، وخيانته للدستور والشعب وللقائد الأعلى للقوات المسلحة وللجيش المصري. زجت به في أتون السياسة ودواماتها، وخيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها حتى داخل العائلة الواحدة. ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات، وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء الغالية في كل مكان من أرض الوطن، وهي دماء لا يملك العفو عن المسؤولين ولا تشفى نفوس آلاف العائلات المصابة في رجالها ونسائها وشبابها وبناتها إلا بالقصاص العادل الذي يرضي رب العالمين قبل أن يرضي أسر المكلومين. وليعلم الشعب المصري الكريم أنني منذ يوم 2/7/2013، وهذا هام للغاية، منذ يوم 2/7/2013 وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 5/7/2013، حيث نقلت قسرا مرة أخرى إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي لمدة 4 أشهر كاملة، لم أرى فيها أحدا سوى السيدة أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الإفريقي والمحققين ال4 الذين رفضت الإجابة على أي سؤال منهم باعتبار جميع الإجراءات التي اتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أملك أن أتجاوزه. وكان أول لقاء مع غير من ذكرت هو يوم 4/11
2013 بمقر أكاديمية الشرطة. وهنا يعني عندما يقول أكاديمية شرطة يعني عدم اعترافه بالمحكمة. ويهمني أن أذكر على وجه الخصوص أنني لم ألتقي أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلي وسائل الإعلام، وكل ما نسب إلي في هذا الخصوص ليس له أساس من الصحة. إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة، كل هذا على لسان الدكتور مرسي، إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى، ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن في صمود ليس له مثيل يشهد به العالم كله. وإن أنكره الذين يكحدون الشمس في رابعة النهار، إشارة إلى رابعة. وأطمئن هؤلاء الأبطال الثابتين على موقفهم أنني أستمد من قوتهم قوة مضافة ومن عزمهم عزما جديدا يثبتني على ما عاهدتهم عليه قبل انتخابي من إعلاء مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى. وأقول لأبناء هذا الشعب الذين تبلغني تساؤلاتهم عن حقوقي الشخصية أنها لا تساوي شيئا في جنب حقوق الوطن، فالتفوا حول حقوق الوطن لا حول شخص أي ما كانت مكانته. وأنني أؤكد للشعب المصري العظيم ولشعوب العالم كافة أن هذا الصمود رسالة قوية، وأن عهد الانقلابات قد انقضى، وأن هذا الانقلاب قد بدأ في الانهيار وسيسقط إن شاء الله بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه وحريته. إنني في هذه المناسبة أحيي شهداء الحق جميعا ومصاب الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب، وأشد على أيدي عائلاتهم وأبنائهم وأقول بحق إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن. إلى هنا تنتهي رسالة السيد الرئيس. وقد أكد لنا السيد الرئيس في نهاية زيارتنا له تمسكه بالشرعية الدستورية، وانتهى الاجتماع إلى التوافق حول هذا الموقف من الانقلاب وما تم بعده بما في ذلك المحكمة الجنائية وإجراءاتها. هذه هي الرسالة التي كتب أو أملى عناصرها الرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب، والتي قام بصياغتها الدكتور محمد سليم العوا وزميلي الأستاذ أسامة الحلمي. هذه هي الرسالة، وأشكركم على حسن استماعكم. قدم الدكتور سيف رئيس الحملة. بسم الله، يسعدني ويشرفني أن أقدم السيد الأستاذ